البنت تحت الكامه مسيبه كتكون تحت مكركبه ما حتى كتجي ديك اللي شي شويه عليها كنقول لها فين هي كتبقى تجيب الكراطه وتجبدها بالكراطه وما كناكلش طايحه في الفراش. الدراري ما بقيتش كنعقل عليهم قبل ما يتقتلوا صافي ما بقيتش عاقله على راسي. قلت لك انا براسي كانوا انا غير نقدوني انا تنقدت انا عريانه جبدوني من الشر كنلعب في الهاويه الناس كتغوت راه مرا في الهاويه كيما هما ترفدوا مشتين ولادي مفصلين بهذيك هكا مقطعين طرف ولادي انا براسي كانوا غير يرفدوني هكاك انا غير نقدوني. واش هما تلحتيهم من الفوق ولا شنو درتي؟ ايوا ولادي سميتو هذا مقتولين مذبوحين مقطعين عندي تشويه فارساهم وفارسه ولادي فريس نهايه من صافي بحال شي وحش. فاجعة قتل الأبناء لا يستطيع تفسيرها أي عقل مهما سمت قدراته. عقل لا يصدق قتل أم لأبنائها. سؤال رافقنا طيلة لقائنا بسعاد حيث تدفع الأخيرة بانعدام مسؤوليتها عن ما وقع. ما توعيت وكنعرف راسي انا هي اللي وقع لي المشكل ما تقبلتوش ما تقبلتوش ما عرفتش بحال وصلت للوقت اللي بحال اليأس واخا عايشه عندي اليأس في النفسيه ديالي اليأس ما بحال ما اصلا انا ما باغاش نعيش داكشي اللي وقع لي ما مصدقاهش هو واقع لي وجاري لي صدر عليا الحكم صدر عليا الجريمه اللي وقعت لي ولكن ما متقبلاهاش ما بغاتش تدخل ليا ما انا واقع ليا مصدور عليا الحكم ديال الاعدام قاتله ولادي بيدي ولكن ملي وعيت ما متقبلاش وما بقيتش صافي كنشرب الدواء ما كيشدش فيا الدواء نعس ما كنعسش مزيان الحاله ديالي كانت قبيحه بزاف ما خصني نهضر مع حد ما خصني نتعامل مع حد ما في شكل دايره في شكل الحاله ديالي زعما دازت عليا بزاف ديما في غيبوبه ديما شاده الفراش بنت انا دايره داكشي عمدا متعمدا قتلت ولادي فرستهم هكاك درت لهم هذيك الحاله باللي طبيعيه باش ما يتجر حتى شي واحد. وانتي درتيها في حاله غير طبيعيه ما كاينش هذا هي علاش بنادم ما كاينش كتعز البشر حتى تعيا وما غتعش ما غتعزوش ما غيكونش عندك عزيز بحال ولادك. هذا التبرير تتقاسمه هو أخيها الوحيد الذي يدأب على زيارتها كل أسبوع منذ 8 سنوات، مدة لم يستطع خلالها الأخ فهم ما وقع لأخته الوحيدة. الأخ يساير أخته في تحليلها لوقائع هذا الجرم الذي لا يتقبله أي عقل سليم. كتسلم عليك فاطمه بزاف فاطمه الزهراء كنجي عندها وكنطلع عليها اختي حد باقيين حيين في الدنيا وكان هذا صله الرحم والدم ما يتقطعش بيناتنا وديك الشيء اللي زعما اللي دارت راه ماشي بالخاطرها ماشي بالخاطر زعما ماشي زعما كانت زنقه ولا تعرضت لشي واحد ولا قتلت شي واحد هذيك راه عندها مشاكل ومريضه وهذه الشهاده اللي كتعالج بها ماشي زعما انا نفرض كتسمعي هنا في العريجات عندي الله يسمح لنا ديك البنيته الصغيره ضربتها قصه الصلابه حتى كتهرب ضربت طرشه دارت فيا اختي قالت لي ما تبغيش ولادي ما نجيش عندك ديك الساعه في العشيه هزت حوايجها. بين الحياة والموت وبين الوجود والعدم تتقاذف أمواج الحيرة والندم. سعاد حكم بالإعدام وأبناء ذهبوا إلى غير رجعة. هذا هو حال سعاد التي تقول إن العذاب النفسي كاف دون غيره. كاينه حالات اللي كتستحق اعدام ماشي ما كتستحقهاش ولكن بعض الحالات لا بحال الحاله انا رازيه راسي بعدا بلا ما يصدروا عليا اعدام انا اصلا رازيه راسي انا رازيه راسي رازيه ولادي ورازيه شبابي وصغرين كيمشي لي في الحبس. اعز حاجه كندوزها دابا بين الحيط اجمل حاجه في حياتي هي دابا انا كندوزها بين الحيط انا رازيه راسي بلا ما يعيد يرزيني المخزن انا غيصدر عليا اعدام انا رازيه راسي انا منتقمه من راسي